طبعًا أنتم خايفين وقلقانين ومتوترين وكمان بردانين إن الجو برد أوي، بس مش ده اللي إحنا متفقين عليه من البداية، إحنا متفقين إن إحنا نفضل أقوياء للنهاية مهما حصل شوية ضربات وحاجات كده كتير، متفقين برضه إن إحنا نفضل أقوياء، والفيديو ده كمان على فكرة مهم ليّا ومهم ليكم جدًا، وحاسة إن أنا بقى لي كتير جدًا ما صوّرتش، وحقيقي وحشتوني أوي. بس يالّا بينا. أول حاجة لازم تخلّوا الترم التاني أو ال4 شهور الجايين دُولة بداية جديدة لحياتكم، مهما اتعثّرت قبل كده ومهما فشلتم قبل كده، مهما إيه اللي حصل قبل كده، لازم ولا بُد تخلّوا ال4 شهور الجايين دول أو الترم التاني بداية جديدة مع نفسك، ولازم تتقبّلوا فكرة الفشل. يا جماعة بجد أي إنسان في طريق النجاح، وأنا باقول طريق النجاح، طريق النجاح، أي إنسان في الطريق ده لازم يُقع، هو لازم يُقع ولازم يفشل. وده الطبيعي، ودي يمكن أكتر حاجات اللي بتهلك الناس في طريقهم للنجاح أو في طريقهم للمذاكرة أو في طريقهم للتفوق، إن هم مش بيتقبلوا فكرة الفشل. يعني مثلًا لو صحيت اليوم ده متأخر، اليوم كله باظ، لو بوظت يومين الأسبوع كله باظ، لو ما ذاكرتش مثلًا الأسبوع ده، الأسبوع الجاي هيبقوا شبه الأسبوع اللي قبله، اللي هو ما بتتقبلوش فكرة الفشل خالص، ما بتتقبلوش فكرة إنك ممكن تقع، لو حاجة مثلًا واقعة مني المادة كلها وقعت، الكتاب كله هارميه، اللي هو لو حاجة باظت كله بيبوظ بعد كده، لو أنا وقعت في فترة، كل الفترات واقعة، الشهور اللي جاية كلها خلاص راحت. فلازم تتقبلوا فكرة الفشل، ولازم تتقبلوا فكرة إن ما فيش حد بيرفكت طول عمره، ما فيش حد بيرفكت اللي هو 100% كده اللي هو على طول ماشي جامد، ما فيش كده، ولازم تتقبلوا فكرة الفشل حتى في ال4 شهور الجايين دولة، اللي هو عهد جديد مع نفسك وبداية جديدة وحاجة جامدة يعني. تقبل فكرة إنك هتقع فيهم رغم إن هي بداية جديدة، تقبل الفكرة دي. وده ينقلنا للنقطة اللي بعدها، هو إحساسك بالتقصير. بُصّوا يا جماعة بجد أنا طول عمري بجد طول عمري حاسة بالتقصير، مش في تالتة ثانوي بس، ده أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، وافتكر الإعدادي كمان كنت حاسة بالتقصير، وأول ترم في الكلية كنت حاسة بالتقصير، رغم يعني في أول ترم في الكلية ده اللي هو كنت باكلم نفسي أقول أنا طول عمري حاسة بالتقصير، اللي هو إيه الجديد يعني؟ ورغم إن أنا بقى فشلت كتير ووقعت كتير في الترم ده، وكانت حصلت لي حاجات كتير عشان طبيعي هو أول ترم بيبقى كده يعني. وكنت بقى علشان وقعت كتير وفشلت كتير في الترم ده، وبجد كنت متضايقة جدًا وزعلانة جدًا، وبرضه ما اقتنعتش بنفسي ولا صدقتني إلا لما نتيجة الترم الأول ظهرت وجبت فيها امتياز. فاللي هو يعني برضه رغم شعوري بالتقصير، رغم حرقة الدم اللي أنا وقعت نفسي فيها، برضه جبت امتياز. فعايزة أعرفكم برضه في ثانوية عامة كنت كده، فعايزة أعرفكم بس إن هو إحساسك بالتقصير هو شعور كويس، رغم إن أنت بتعمل اللي عليك، يعني رغم إن أنت بتعمل اللي عليك، طبعًا الكلام ده للناس اللي بتعمل اللي عليها، يعني بتعمل اللي عليك وعلى طول بسبق، أنا على طول بسبق، يعني مثلًا في ثانوية عامة أفتكر إن أنا على طول بسبق، حتى في إعدادي كنت على طول بسبق، معدية يعني باسبق، وبرضه كنت باحس إن أنا مقصرة جدًا. فأنت مش لوحدك، كلنا حاسين الإحساس ده، أو يمكن أنا بالذات حسيت الإحساس ده جدًا، ويمكن الشعور ده هو اللي بيخلّيك تتقدم وبيخلّيك تقدّم أفضل من عندك وأنت مش مصدق نفسك، اللي هو بعد ما النتيجة بتظهر بقى اللي هو إيه ده بجد كده يعني بس. مهم جدًا، جدًا تبعدوا عن الأشخاص المحبطين اللي في حياتكم. أفتكر يا جماعة بجد إن أنا تقريبًا عمري ما هاقدر أعمل أي حاجة طول ما أنا مع أشخاص محبطين، أو أصدقاء مثلًا أصدقاء سوء، أو ناس مثلًا مش بتشجعني، أو ناس لأ، أشخاص محبطين كده من الآخر. يعني بارجع أفتكر كده أقوم جاية قايلة إيه، ربنا سبحانه وتعالى بجد بيبعدني عن الناس وبيقرّبني من الناس، يعني كده بعد ما باعدّي بموقف يعني بافتكر إن أنا قرّبت من الناس وبعدت عن الناس، والناس دي بجد يعني كانوا أذى كبير ليّا وكان شر كبير، وكنت بازعل برضه حوار الكلام. فالمهم يعني يا جماعة بجد أنتم لازم تبعدوا عن أي شخص محبط في حياتكم، ومش شرط تتخانقوا، يعني مثلًا بس اسحب نفسك كده، اللي هو اسحبوا نفسكم من أي، زي ما باقول لكم اسحبوا نفسكم من أي علاقة toxic أو أي حاجة، اللي هو أي شخص محبط في حياتك لازم تسحب نفسك منه. بصراحة الدنيا لوحدها كفاية، يعني الضغط لوحده كفاية ومش حمل أي حد محبط في حياتك. اسمعوا مني بجد وابعدوا وما تزعلوش، حلمكم أسمى وأكبر من كده بكتير. قرروا من أول النهارده إن أنا هانجح، أنا قررت إن أنا هانجح. يا سلام! واو كده. بجد قرروا فعلًا، لأ قرروا بجد يا جماعة من جواكم إن أنا أنجح، أنا قررت إن أنا أنجح، قررت إن أنا أتحمل العقبات اللي هتواجهني، قررت إن أنا آجي على نفسي، قررت إن أنا أوصل لحلمي، قررت حاجات كتيرة جدًا. خلّيك قوي مع نفسك جدًا، وكمان في نفس الوقت خلّيك حنين عليها، بس خلّيك قوي أكتر، اللي هو أنا قررت إن أنا أنجح. بعد كده هتاخد بالأسباب، اللي هو أنا هاخد بالأسباب، إذا كانت مذاكرة هاذاكر، إذا كان حل هاحل، إذا كان فَرْم هافرُم، إذا كان أي حاجة هاعمل. بعد كده تاخد بالأسباب وتتقبل زي ما قلنا في الأول فكرة إنك هتفشل، فمهما وقعت هتقوم ليه؟ هاقوم عشان حلمي اللي هاوصل له إن شاء الله. فلازم تقرروا إن تنجحوا، ولازم تاخدوا بالأسباب، ولازم تتقبلوا فكرة إنك هتقع بس تقوم على طول، على طول ما فيش وقت minute كده. وما تعتقدوش إن زمايلكم فوق السحاب وناس خلّصت وناس بتراجع وناس بتعمل، وأنت اللي لسه قاعد كده يا عيني ومش فاهم أي حاجة ومش عارف أي حاجة. ده بس حاجة شعور طالع لك من عقلك الباطن، لأن هو حاسس بالتقصير زي ما قلنا قبل كده، فده شعور كداب وما تصدقهوش، وكلنا حاسين الشعور ده وكنت بحس الشعور ده، فما تعتقدش الكلام ده. لا ما تقلقش خالص، طالما انت بتتحدى نفسك كل يوم وطالما انت بتتقدم عن نفسك كل يوم، انت كده صح، لازم تتقدم وتحدى نفسك.
وده برضه على فكره اللي انا بجد انصحكم بيه جدا، وقلته كتير وفي كذا فيديو بتاع فيديو تحدي المذاكره ده، اللي هو انتوا لازم تكونوا يعني تراقبوا نفسكم. اللي هو بجد يا جماعه لازم تراقبوا نفسكم، مثلا تشوف الاسبوع ده ذاكرتوا عن الاسبوع اللي قبله، زودت ولا قللت، اليوم ده عن اليوم اللي قبله عملت ايه. لازم تكونوا تراكنج لكل حاجه وتراكنج المذاكره بتاعتكم. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وعاوزه اقول لكم بجد ان 4 شهور يا جماعه والله مش قليلين، بل بالعكس يعني 4 شهور دول يعني تعمل حاجه. 4 شهور احسب 4 في 30 يوم، يعني بجد قدامك حاجات كتيره جدا تقدر تعملها. حتى لو وقع منك حاجات كتير الحق نفسك ولمها، والله هتلمها عادي يعني. انت بس عشان انتوا جواكم ضغط نفسي وستريس، هو ده اللي بيمنعكم ان انتوا تحققوا وبيمنعكم ان انتوا تذاكروا وبيشغلكم شويه. بس لو تخلصتوا من الستريس ده بجد انتوا تحسوا ال4 شهور دول كتير جدا. هم بيعدوا بسرعه، عشان ما اكذبش عليكم فعلا ال4 شهور دول بيعدوا بسرعه جدا، ولكن هم لو انت استغلتهم صح بجد هيبقوا كتير. فما تقلقوش يعني. يا ريت بجد لو تخلصوا من فكره ان تربطوا الشغف والحماس بالمذاكره. يا جماعه بجد مش هتكملوا في اي حاجه. او تربطوا الشغف والحماس باي شغل او اي عمل انتوا عاوزين تعملوه. الشغف والحماس دي هي الشعله اللي بتخليك تقوم من مكانك، بس مستحيل تكمل بيها، مستحيل. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش. الشغف والحماس ده حاجه بس تخليك تقوم. وقلت قبل كده برضو ان جيمس كلير كان صاحب كتاب العادات الذريه، كان قال motivation is overrated, environment often matter more. يعني التحفيز شيء مبالغ فيه، والبيئه المحيطه اللي حواليك هي تهمك اكتر. زي مثلا بيئه العمل بتاعتك، بيئه المذاكره بتاعتك. بيئه المذاكره بتاعتكم يا جماعه اللي هو الاوضه اللي انت قاعد تذاكر فيها، او ايا كان المكان، حتى لو مش اوضه لوحدك لازم تكون منظفه ومرتبه وادواتك موجوده في مكانها. لازم تهتموا ببيئه العمل، تهتم بشكلك انت شخصيا حتى وانت بتذاكر. مش مهم يا جماعه اللي هو يعني اي حاجه اي حاجه كده تقوموا تذاكروا، لا. تهتموا بنفسكم، تهتموا ببيئه العمل بتاعتكم. لازم اللي هو يعني مش هيبقى انت والزمن على نفسك. قلت الكلمه دي كتير، مش انت والزمن على نفسك. انا لما كنت في ثانويه عامه على فكره ما كانش عندي اللي هو الطاقه ولا كان عندي الحماس، رغم ان انا على فكره مش بتوتر بسهوله خالص. يعني انا افتكر ان انا في امتحانات والله يا جماعه انا مش بتوتر. يعني لو انا مش بسهوله ان انا اتوتر طالما عملت عليه خلاص. فرغم كده برضو ما كانش عندي لا طاقه ولا كان عندي شغف ولا كان عندي حماس ولا كان عندي اي حاجه. بس مهم جدا جدا التودو ليست بتاعتك لما بتعمل عليها تشيك لاي حاجه انت عملتها، ده بيديك دوبامين انت تكمل، شوت دوبامين يعني انك تكمل. وكمان المدرسين من الحاجات المهمه جدا فتره الثانويه العامه، هم مدرسين بجد بيكونوا رقباء عليكم جدا. وكمان شغفك وحلمك. ف بلاش شغفك، حلمك بس. نسيب الشغف ونسيب الحماس ونركز بالثلاث حاجات دول. انا عاوزاكم تهتموا بالثلاث حاجات دول. بالمدرسين بتوعكم، لازم بجد المدرسين هم اكتر حاجه بيبقوا رقباء كده عليكم. وكمان بمكان المذاكره بتاعكم عشان على الاقل تبعد عنكم الطاقه السلبيه. لا يا جماعه في اي حاجه تفتح نفسك على المذاكره، اي حاجه تفتح نفسكم، مش كل حاجه تقفل عن نفسكم كده يعني. فنهتم بالمكان اللي انتوا بتذاكروا فيه. وكمان ثالث حاجه هو السيستم اللي انت ماشي عليه، النظام اللي هي تو ليست. يعني تو ليست من اكتر الحاجات اللي هتخليك تمشي منتظم ومعتدل، وتقارن نفسك كل يوم باللي قبله وكل اسبوع باللي قبله، زي ما احنا قايلين وزي ما احنا متفقين كده بالظبط. وهتقابلنا هنا مشكله، يوم تذاكر حلو يوم تذاكر وحش، يوم تعلى ويوم تقل. طالما انت مستمر انت كده صح. طالما انت مستمر انت كده صح. ويوم اللي هتذاكر فيه قليل هتتحرق كده فيه وهتتضايق فيه. هتعاند في اليوم اللي بعده فتذاكر اكتر، واليوم اللي بعده تذاكر اكتر، وبعده تذاكر اكتر، وتفتكر حلمك وتفتكر هدفك. صدقوني طالما انت مستمر وطالما تحدى نفسك كل يوم عن اللي قبله انت كده صح. وده اللي انا محتاجاه منكم. صدقوني صدقوني بجد كلها فترات وايام وهتعدي، مش هيبقى غير الذكرى. صدقوني يا جماعه بجد يوم اخر يوم كده هنمتحن فيه ان شاء الله، كل التعب ده كده كده اهو. روحوا تناموا خلاص. يا الرحله دي خلاص كلها خلصت، والتعب ده كله خلاص راح. ومش هتفتكروا اصلا. انتوا مش هتفتكروا غير النتيجه، غير يعني ايام التعب دي كلها خلاص انتهت. كده كده ايام، وكده كده ايام هتعدي. فخليها تعدي كالعاده، واحنا بنقول خليها تعدي وانت بتقرب لحلمك كل يوم عن اللي قبله. وبس كده وصلنا اخر فيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتسيبوا لنا رايكم في الكومنت، وتعملوا اشتراك في القناه لو مشتركتش في القناه. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، رغم ان انا اتاخرت شويه شويتين عقبال ما الفيديو 12. بس ان شاء الله. وعلى فكره ده اكبر دليل يقول لكم ان الانسان مش منتج طول عمره. يعني على فكره يا جماعه الاسبوع اللي فات ده انا ما عملتش اي حاجه خالص. هو اصلا كان اجازه يعني، بس ده ما عملتش فيه اي حاجه خالص، رغم ان انا طول الترم مجتهده في دراسه وفي فيديوز وهكذا يعني. جيت بقى ولا اي حاجه خالص خالص. فاللي هو بيبقى كده شويه وشويه شويه. بس انا كنت متقبله. ده اهم حاجه، تقبل الفشل. دي اول بوينت قلناها خالص في الفيديو. تقبلوا بس الفكره دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.